بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. نفس القعده بتاعت كل سنه. طبعا اول ما بلاقي الزيتون في السوق لازم اجري اجيبه عشان ايه؟ اعمله او اخليه رمضان. وطبعا انا اصفر شويه ليمون حلوين كده ايه للشتاء. طبعا عندي هنا جبت 3 كيلو زيتون. الكيلو ب60. مش عارفه بقى هو في المناطق التانية بايه. الليمون اللي بدأ يشوف دلاله علينا ويغلى شويه. طبعا همسك الليمون كده افتحه. الليمون ده انا هعصفره بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل معانا مخلل الزيتون والليمون بأبسط وأسهل طريقة تخليكي تعمليه. يعني أنا عملته كده في نفس اليوم، ما سبتوش وحليته كذا يوم. هفتح الليمون بس بتاعي كده 4 ومش هفتحها للآخر أو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا معايا شوية فلفل كده حلوين ألوان حامي على بارد، ومعايا جزر. طبعا نشوف هنعمل فيه ايه. الاول بس نخلص الليمون بتاعنا. خلصته هاخده ايه اغسله غسله حلوه، وحط له ميه بتغلي هفضيها عليه. فضيت الميه كده عليه وكده على البوتاجاز، وهسيبه ايه يغلي مع نفسه. عندي بقى الزيتون. انا فتحته كده بحرف السكينه، ما حبيتش ان انا ادقه عشان ما احسش ان هو ايه هيتهري معايا. على ما اسيب حبيبه هي كملت تفتيح الزيتون، كنت انا ايه همسك الجزر ده ابشره وهفرم شوية الفلفل دول فرمة خفيفة كده، لأن أنا هيبقى معايا فلفل هقطعه كده حتت، وفلفل تاني ايه شطة هرست الشطة زي ما انتوا شايفين. ادي كل المكونات بتاعتي ايه قدامي اهو. كده هنشرح حاجة حاجة، بس أنا حبيت أوريكم ايه الصورة كلها كده. يعني بصراحة شكلها حلو فعجبتني. طبعا أنا عندي هنا مية سليق الليمون مش هرميها مبدئيا، هسيبها كده هركنها تبرد. هنشتغل معايا. طبعا الجزر انا بشرته بالمبشره، والفلفل اخدت نصه قطعته كده ايه حتت، والباقي فرمته في الكبه اليدويه، او الكبه الكهرباء كانت قطع عندي عشان كده عملته في الكبه اليدويه. نص فرمه، انا مش عايزاه ناعم لان انا عندي هريسه الشطه دي بقى ناعمه. فرماها في الكبه منعماها. عندي حشت ايه 5 ليمونات كده قطعتهم شرايح. وعندي هنا بقى الكارثة بتاعت النهاردة. أنا كنت شارية العصفر ده من مكان والتاني ده من مكان. اكتشفت الكارثة إن دي سرسة. شايفين دي سرسة بتاعت الرز، الفلاحين اللي هيعرفوها، ومحطوط عليها لون. ده العصفر أو الأصلي، وأنا حاطة عليه شطة ناعمة. أنا اللي حاطة عليه شطة. شايفين الفرق يا جماعه؟ بالله عليكم خدوا بالكم. ده انا الحمد لله ان انا ما حطيتش عليه شطه او ما قلبتوش على بعضه. ده انا كنت جايبه عشان ازود، فوانا بفضيه لقيت الدنيا باينه خالص. هاخد بقى ايه كل المكونات بتاعتي واللي انا شلت شرايح الليمون حطيتها على الزيتون وحطيتها على جنب. انما كل الخلطه عندي واحده. عندي ورقتين لوري هنا انا بحب احطه على المخلل ايه بتديله نفس كده حلو. كل اللي انا هعمله هفضي المكونات بتاعتي بحالها على بعضها. الشطة اللي أنا فرمتها في الكبة نص فرم. نزل معلقة سكر كده بتحفظ المخلل، وهنزل الملح تبع الكمية اللي أنا عايزاها. دول حوالي 3 كوبايات، حشت منهم يعني معلقتين. هقلب كل ده على بعضه. مفيش أسهل من كده. الجزر على الشطة المفرومة على الشطة الخشنة شوية على الشطة القطع، حامي على بارد، كله على بعضه. الحرقية او ان هو يبقى حامي او سبايسي دي بترجع لحضراتكم. طبعا انا قلبت التقليبه دي كلها وحطيته ايه رجعته تاني في الصينيه. نزلت شرايح الليمون ونزلت الزيتون. هنزل الخلطه. انا كنت مستشويه، كنت مستكتره الخلطه، بس هي يا دوب والله يا دوب كفه المخلل، لان ما شاء الله كميه الزيتون كانت كويسه، انما الليمون هو اللي شكه فيه. اقلبه تقليبه مظبوطه. شايفين الجمال؟ شايفين بقى شرايح الليمون اللي انا نزلتها على الزيتون؟ يعني بصراحه هو زيتون بالخلطه، يعني هو كده ما شاء الله. انا عاملاه كذا مره بنفس الطريقه دي، كان تحفه وكان جميل، وكل اللي كان منه قال الله ينور يا ام حبيبه. فانا عايزه اسمع كلمه الله ينور يا ام حبيبه تلف اليوتيوب كله. طبعا عندي الليمون هنا بقى انا سبته برد خالص. هنزل عليه بقيه الخلطه بتاعتي. انا مش هقعد بقى ايه احشي ليمونايه بليمونايه وايدي تولع والكلام ده كله. كده كده الليمون متفتح. انزل الخلطه عليه. اللي حابب يعمل الطريقه دي ماشي، اللي حابب بقى يحشي خلطه بخلطه، او مثلا انا ما كانش عندي جوانتيات، فلا انا بروح عامله كده. حتى بعمله كده على طول بيدوب، والخلطه بيشرب من الخلطه وبتخش جواه طبيعي.
العصفر على حبة البركة على الفلفل على الشطة على كل ملح على كل المكونات بتاعتي على الجزر. انا كنت ايه بحاول ان انا ازود الخلطة لان الخلطة دي هي اللي بتأكل مع المخلل كمان. اقلب، واهم حاجة التقليبة بتاعته هي اللي هتخلي الخلطة تدخل جوه الليمون. والله العظيم يعني بيبقى بسم الله ما شاء الله. انا الحمد لله انا شاطرة في اعمال المخلل بشهادة الجميع، يعني مش اول مرة اعمل مخلل بشهادة الجميع والله العظيم الحمد لله. شايفين يعني هو اصلا يتاكل ني زي ما هو كده بسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى على البراطين بتاعتنا مغسولة ونضيفة. هعبي الليمون الاول وبعد كده ايه ادخل ايه على الزيتون. يا جماعة انا شاكة ان دول 3 كيلو ليمون برضو، والله شارياهم 3 كيلو. حاسة ان الموضوع يا ريتني وزنتهم. دول 3 كيلو زيتون ما شاء الله، بقى عملوا معايا كمية حلوة، انا مالولي برطمانين اهو. شايفين بقى بعبي كله في بعضه بقى بالخلطة، ولا احط ايدي ولا احشي بايدي ولا الكلام ده كله، بسباتيولا بقى. وهلم كل الخلطة اللي في قلب البلاستيكة بتاعتي دي. مية الليمون بقى انا ايه زودتها شوية مية عشان تبرد، وعشان مش عايزاها تبقى مزز ايه جامد على المخلل اهو. سبتها تبرد وتهدى والمخلل يشرب من ملحه شوية. يلا بينا بقى هنحط المية ايه مية الليمون دي، ولا عليها ولا بحط خل للمخلل ولا حاجة، هي مية الليمون بس. انا زودتها شوية مية، ما عليهاش اي حاجة تانية ولا ملح ولا اي حاجة، يعني مش محتاجة. حلوة ومفيدة. ممكن لو مش عايزة تحطيها في المخلل كبيها في الحوض، هتخلي لك الحوض بيلمع. ههز بقى البراطين بتاعتي عشان لو محتاجة ايه مية تاني ولا حاجة. خلصنا كده؟ ما خلصناش، لسه فاضل ايه خطوة مهمة اللي حابب برضو يعملها كده اهو. ولا احط بقى ولا احط حاجة على الوش، ولا هحط كل اللي هحطه شوية زيت عشان ايه ما يعمليش الريمة اللي احنا ما بنحبهاش اللي بتبقى سمرة دي. لا انا بحط شوية الزيت دول بيحفظوا لي المخلل بتاعي. حتى لو هتعملي هريسة شطة، لان انا لما بعملها في البيت على طول حطي شوية زيت على وشها وشوية ملح هيخلولك ما شاء الله. طبعا انا كان فاضل معايا معلقتين شطة حطيتهم تاني لان احنا بنحب المخلل حراق شوية، وده هيقعد فترة كده. احنا حطينا الزيت على الوش، طبعا عمر الزيت مش هيتخلط بالماء، هيفضل الزيت على الوش فهيفضل محافظ لي ايه على المخلل بتاعي. هقفل بقى على الزيتون بتاعي وهسيبه نفتحه ايه اول يوم رمضان معاكم كده، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ونوريكم الزيتون بتاع ام حبيبة. جربوه بالطريقة بتاعتي دي، يعني عمل لي كمية حلوة ان شاء الله. عايزة بقى اعمل لكم ايه لو عرفت اجيب 2 كيلو ولا كيلو ونص زيتون كده ونعمله كده من غير الخلطة، يبقى سهل وبسيط، ولا سلقنا ولا عملنا حاجة اهو، ولا اخد مننا ولا وقت ولا حاجة، هي قاعدة واحدة. اما بالنسبة بقى لمخلل الليمون، انا ما بحبش اكل مخلل الليمون في رمضان، انا بحب اكله في الشتاء، عشان كده اديته نص سلقة، يعني شهر شهرين وهطلعه اكل منه. انما لو انت عايزه تاكلي المخلل الليمون في رمضان ما تسلقيهوش، فتحيه واعملي الخلطه دي ولفيه بيها وسيبيه 6 شهور تفتحيه، بيقول لك بيبقى زي الزبده. بس انا ما احنا ما بنحبش ناكل زيتون في رمضان لا معلش ليمون في رمضان. انا بعشق الزيتون والبصل في رمضان، مخلل البصل الزيتون الايام دي والليمون كتير، خلي بالكم الليمون بدأ يغلى. الزيتون والليمون الايام دي كتير، خزنيه للشتاء وطبعا لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم في الله. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، يا رب تشجعونا. بتمنى منكم كده تشجعوني بكلمه حلوه كده. يعني الحمد لله بدات اشتغل على القناه تاني ورجعت اشتغل عليها تاني، فعايزه منكم تشجيع حلو. اخواتي لو حد بيتابعنا من الدول العربيه او من بره يقول لنا بيتابعنا منين ويشجعنا، والله والله كلامكم بيرفع من روحنا المعنويه. الايام اللي فاتت يعني الحمد لله النفسيه ما كانتش احسن حاجه، فبتمنى منكم كلمه حلوه ودعوه حلوه. شايفين بقى الالوان وشايفين الحركات والتكات عايزه اسمع الله ينور يا ام حبيبه تلف اليوتيوب كله. يعني الحمد لله احنا بنعمل حاجه بسيطه. يا رب تعجبكم، بحبكم في الله، احلى اخوات.